السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي أسعد حال. هنتكلم النهاردة على واقعة غريبة غريبة غريبة. أكتر من 300 400 حمامة، الله أعلم بعددهم. يعتبروا كام؟ غية برجين حمام، برجين حمام فوق بيت أو عمارتين، حاجة زي كده. قدامهم بالظبط عمارة تاني. العمارة دي يعني بمعنى أصح في ست بتحط جمح مش لحمام، لا جمح العصافير. جمح العصافير وشوية مية وحاجات من دي، شوية رز يفضوا يحطوها، مش عارفة ايه الكلام ده، شوية عصافير. فوجئت ان في حمام اكوام اكوام بياكلوا مع العصافير، بل بالعكس، العصافير طارت. العصافير طارت، ما عادتش تيجي خلاص. طب اعمل ايه يعني؟ وفي نفس الوقت اي حاجه تحطها يهجموا هجوم التتار بشكل غير بصوا بيحموا البلكونه عندها مستنين اكل. اي حاجه تحطها يتبدروا في البلكونه، غير لما مؤاخذه يعملوا حمامات والكلام ده كله بيهاجموا الدنيا. المهم هي لو صبرت شويه وما حطتش حاجه هيمشوا كده كده، هيمشوا مش هيقعدوا. قالت لا والله دول خانقيني، هعمل لهم ايه؟ لا ما يقعدوش عندي، انا جرفت منهم. هي اصحابها تجيب حمام ويربوا، انا اشيل ال وانا اشيل الهم، انا مالي؟ والله لا انا مطفشاهم من هنا. طب تطفشيهم ازاي يا ستي؟ قلنا العمارتين قدام بعض، العمارتين قدام بعض وبرجين الحمام قدامها بالظبط، والحمام بينزل عندها في البلكونه. اكل مش اكل، ينزلوا يترصوا على سور البلكونه الكبير ده. غير بقى لما بيسيبوا البروز بتاعهم على سور البلكونه بيبقى شكله مش كويس، نظافه بقى ورعايه والكلام. لا طب ومين في حل كده؟ المهم راحت عملت ايه؟ لا، المخ رهيب رهيب رهيب. ازاي؟ راحت عملت ايه؟ جابت جمح مسموم لونه احمر، جمح مسموم، وبدرته في البلكونه ولغايه جوه كمان، يعني لغايه عندها في الشقه. الحمام اول ما بيشوف كده بيفرح، ينزل يلقط ياكل 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 ياكل. في منهم اللي بيطير عند صاحبه ويموت هناك، وفي منهم اللي بيموت جوه الشقه. تحطه في كيس، او بالليل لما الدنيا تهدى خالص تروح رمياه من بعيد.